الهدوء الحذر أبلغ ما يمكن أن يطلق على يوم 31 من يناير، اليوم السابع من أيام الثورة المصرية. فالهدوء الذي عم البلاد صبيحة ذلك اليوم لم يكن يحمل إلا مزيدا من الترقب والحذر لما يمكن أن يحدث، كما كان افتتاحية مبكرة لمظاهرات مستمرة إلى أن يتحقق الهدف. وفي خطوة تصعيدية من قبل المتظاهرين للتقدم خطوة في سبيل تحقيق هدفهم، دعوا إلى إضراب عام في كل مصالح وهيئات الدولة. بعض الناس يتوجهون إلى أعمالهم، آخرون لم يذهبوا إلى أعمالهم بسبب خشيتهم من الأحداث. يعني البعض يذهب إلى أعماله يعني ينزل اليوم الأول اليوم الاثنين، آخرون يفضلون الجلوس في بيوتهم. فما زال النظام يقطع الشبكة العنكبوتية التي كانت هي السلاح الأوحد والأكثر فاعلية في حشد كل هذه الجموع من البداية، مما جعل الاتصال المباشر بين المتظاهرين في الميدان ومن خارجه ضعيفاً، حاملاً مزيداً من الغموض والشائعات. العاصمة المصرية أصبحت مدينة شبح، الطرق الرئيسية خالية والمحلات التجارية أقفلت أبوابها. العديد من الشركات الأجنبية بدأت بإجلاء موظفيها، والسياح يتزاحمون في المطارات لمغادرة البلاد. مراكز سحب الأوراق المالية فارغة ومحطات البنزين خالية، كما تم أيضا إغلاق البنوك والبورصة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها الشوارع المصرية. وفي الصحافة كانت أخبار الثورة المصرية لا تزال هي العامل المشترك في عناوينها الرئيسية، مع اختلاف التوجه بعض الشيء من صحيفة لأخرى. وكانت الأنباء عن عودة الشرطة محل اختلاف بين طوائف الشعب، فبينما كانت هذه العودة عند البعض إذانا ببدء عودة الأمن والأمان في البلاد وبدء صفحة جديدة بين الشعب والشرطة، كانت عند الثوار محل شك وحذر، تخوفا من عودة المواجهات بينهم وبين الشرطة مرة أخرى. إلا أن عودة الشرطة اقتصرت على بعض أفراد من شرطة المرور لتنظيم الميادين الهامة، مع أنباء عن عودة للأمن المركزي في بعض شوارع مدينة نصر. بدأت قوة الأمن العودة إلى مهامها في عدد من المدن المصرية، وأكدت مصادر للجزيرة أن مهام قوة الأمن تقتصر بعد عودتها للشارع على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. اليوم كان للمرة الأولى شاهدنا بعض رجال الأمن، لكن انتشارهم لا زال محدودا للغاية. هو تواجد شبه رمزي لسيارات تجري مسرعة فقط في الشوارع البعيدة عن مناطق المتظاهرين. كيف أثق في رجل شرطة تركني في موقف جلل وراح سكناته؟ كيف أثق إن هذا الرجل بتاع الشرطة في أي موقف تاني مش هيسيبني ويجري؟ كيف أثق في من فتح السجون وساب المجرمين يطلقهم علي علشان أنا أواجههم؟ في بعض الشباب وبعض المتظاهرين وبعض تحالف قوى المعارضة أكدوا لي ذلك، أكدوا أنهم لن يسمحوا بوجود الشرطة في السويس. ما رأيته اليوم في ميدان طلعت حرب، وهو ميدان بوسط المدينة إلى جوار ميدان التحرير، كانت واقعة ربما تنم عن المدى الاحتقان الذي وصلت إليه العلاقة بين رجال الشرطة والمتظاهرين على الأقل إن لم نتحدث عن باقي المصريين. جاء رجال الشرطة، شرطة المرور، إلى الميدان ليتولوا أماكنهم. رفض المواطنون الموجودون هناك والذين كانوا هم يسيرون المرور، رفضوا وجودهم وأصروا على رحيلهم. يوم 31 يناير بدأت الشرطة تحاول تستعيد شيء من التواجد في حماية الجيش. ظهور الجزء لبعض رجال المرور في الداخلية دوت كان ظهور بنظرية الفئران المذعورة. الفئران المذعورة دول هم كانوا بيبقوا متجمعين كلهم مع بعض، أكتر من واحد بيبقوا متجمعين مع بعض، واقفين في حتة واحدة، واقفين بيتكلموا مع الناس باحترام جدا، بيحاولوا يبانوا ان هم بينظموا المرور وان هم ما لهمش دعوه، لكن بالوجه المكسور. وده الحقيقه كان انتشار ما فرقش كتير مع الثوار في الميدان، لانه ما كانش حد حاسس بما وراء الميدان. كيف سيواجهون الناس الذين قتلوهم في الشارع؟ مش ممكن شاب في السويس
يمشي في الشارع ويشوف ضابط شرطه قتل اخوه او قتل جاره واسيبه يمشي كده؟ ازاي؟ أنهي منطق وأنهي عقل ممكن يقول كده؟ وفي أوقات متقاربة وكأن المظاهرات اشتعلت من فتيل واحد، بدأت المظاهرات الحاشدة تنبئ عن نفسها في ميدان التحرير وبعض المحافظات مثل الإسكندرية والسويس والمنصورة وبني سويف. وصل عشرات آلاف المصريين التظاهر في عدة مدن مطالبين بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك. احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكدت السلطات على حق المواطنين في حرية التعبير عن رأيهم في إطار من القانون وعدم الإخلال بالأمن والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تعريض حياة المواطنين لأي مخاطر. وفي ميدان التحرير حيث يشعل الثوار فتيل الثورة في كل أنحاء البلاد، كانت الهتافات التي تنادي بالقصاص للشهداء هي الأوفر حظا في الانطلاق في سماء الميدان. هتافات استلهمت من ثورة الياسمين متوعدين النظام بيوم مليوني للغضب قد يفضي لسقوط فرعون كما يقولون. شبان ارتدوا أكفانهم كأنهم طلاب شهادة على مذبح حرية تطوق أرواحهم إليها. الوضع هنا في ميدان التحرير، الشباب المتظاهرين يجبون الميدان ويهتفون بسقوط الرئيس مبارك، ولكن ما يقلقنا حقا هو ما حدث في الساعة الثانية صباحا، حيث بدأت الدبابات التابعة للجيش تحاول التقدم نحو ميدان التحرير للسيطرة عليه، ولكننا وقفنا أمامهم في محاولة لمنعهم من دخول ميدان التحرير. الحمد لله نجحنا في هذا، ولكن القلق لا يزال ينتابنا، خصوصا مع تصريحات الشرطة أنهم على الأبواب وأنهم في الطريق إلى شوارع القاهرة، وهذا ما يقلقنا. أول ما دخلت الميدان يوم 31 يناير كنت أول مرة أسمع هتاف مش هنمشي هو يمشي، كأنه بيعبر عن نوع من التحدي ونوع من المثابرة ان احنا مش يعني قاعدين لحد ما انت تمشي يعني. فساعتها الهتاف عجبني جدا وقعدت اهتف بيه كتير قوي، يعني كان هتاف مبتكر يعني. بدأ في يوم الاثنين برضو يبدأ يظهر بعض الصور. بدأ شباب كتير قوي يجيب يعلق صور للشهداء يوم جمعة الغضب، وده كان بدأ يعمل تأثير نفسي على الناس، ان هي بدأت تشعر بالحزن على الشهداء، وبدأت تشعر بالتصميم على انها لازم تاخد بطارهم. أما في الإسكندرية فلم يختلف الحال عن ميدان التحرير، حيث تعالت هتافات الثورة أثناء تشييع جنازة أحد الشهداء مطالبة برحيل مبارك ورحيل عمر سليمان أيضا. ورغم بدء حظر التجول إلا أن هذا لم يثن ثوار الإسكندرية عن مواصلة هتافاتهم وتجمعاتهم، مستكملين ثورتهم في ميدان الشهداء الذي يعد من أكبر ميادين الإسكندرية. ينضم إلينا عبر الهاتف من الإسكندرية موفد BBC زين العابدين توفيق. زين، يعني فلنبدأ بآخر التطورات على الساحة لديك. دينا، آلاف المتظاهرين ما زالوا معتصمين في منطقة رئيسية هي محطة مصر في الإسكندرية بعدما خرجت مظاهرة وصل عدد أعضائها تقريبا المشاركين فيها بحسب تقديرات مشاركين وآخرين إلى ما يصل إلى 30,000 من المتظاهرين. هؤلاء بقي بعضهم معتصمين يصل إلى آلاف عند هذه المنطقة. المطلب الرئيسي لهؤلاء
وفي السويس خرج ثوار المدينة الباسلة من كل أحياء المدينة للتجمع في ميدان الإسعاف، كما بدأت الأهالي في الاستجابة لنداءات الثوار عليهم، وبدأوا في النزول للمشاركة في الهتاف والهدف. بقى الوضع يوميا في السويس بهذا الشكل من يوم الجمعة بالليل من بعد وصول القوات المسلحة للسويس واحنا بهذا الشكل. ومن السويس ينضم إلينا مصطفى سليمان مراسل العربية. أهلا بك مصطفى، لتنقل لنا بداية الوضع على الأرض الآن، وهل من انتشار ملموس لقوات الأمن؟ نعم، الآن يعني يبدو أن بدأت يعني خروج بعض المتظاهرين من أحياء المدينة، هناك دعوات لخروجهم والتمركز في ميدان الإسعاف. هناك إذاعة داخلية تطوف في شوارع وفي أحياء المدينة وتدعو المتظاهرين للخروج والأهل للخروج، وسيكون التجمع في 12 ظهرا بتوقيت القاهرة في ميدان الإسعاف. كان في قناعة عند السويس دايما إن هم لازم يواجهوا نظام مبارك. كان في حالة من حالات تردد ساعات كانت بتنطبق بعض، وحالات خوف من المصير، ماذا لو فشلت الثورة؟ لأن شرارة الثورة اللي خرجت من السويس كان بالطبع كان هيعاقبها مبارك. إذا السويس كان قضيتهم حياة أو موت. حياتي إن مبارك يتنحى، موتي إن أنا كده ميت لو مبارك فضل. إذا ما كانش في مصير تاني. وبالرغم من انقطاع الاتصالات والإنترنت، إلا أن الدعوات للمسيرة المليونية غدا اعتمدت على المرور بالميكروفونات في الشوارع وتوزيع البيانات والاعتماد على ما سمي بإذاعة الميدان من التحرير. بدأت الدعاوي لفكرة ان يوم الثلاث اللي هو بكره دوت الثوره فات عليها اسبوع، فلازم يعني الناس كلها تنزل، لازم نحشد، لان نزول ناس كتيره جدا ده معناها ان احنا بنزود الضغط وبنزود الشرعيه للمطالب. حشد للمظاهرات عامه كان بيبقى يا اما من خلال الميكروفون او المنصه اللي محطوطه في الميدان، المنصه الرئيسيه او الاذاعه، او من خلال توزيع ورق والناس تعدي يا جماعه احنا جايين بكره مليونيه واعملوا حسابكم هنبات او كده. بيبقى على حسب يعني كل حد بيكلمك بانهي طريقه، يعني دي الوسائل اللي موجوده. السويس كان الميكروفونات اليد، وكنا بندعو الناس للمشاركه غدا في المليونيه، والحقيقه لا يمكن ان ننكر ان دور الاعلام في هذا التوقيت كان دور يعني تقريبا هو الناقل الحدث. يعني الناس تدعو لمليونيه والاعلام يتكلم عنها، فتبقى كل الناس والاسر في البيوت وتبقى عندها علم وخبر بان تاني يوم هيبقى فيه مليونيه. انت فكره مليونيه، فاحنا بندعو لاكبر عدد ممكن يقدر يجي، فخلينا نقول انها مليونيه. يعني بلاش نقول ان احنا بندعو لمظاهره، لا احنا بندعو لمليون مصري ليشاركوا. كانت الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق قد أدت اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك فيما لم يتم تعيين وزيري السياحة والتعليم. أحمد محمد شفيق رئيس مجلس الوزراء. وعلى جانب آخر كان النظام ما يزال يحاول معالجة الأمر وإعادة السيطرة على ثورة الجموع الحاشدة، فقامت الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق بحلف اليمين أمام الرئيس مبارك. السيد محمود وجدي محمد محمود وزيرا للداخلية. أقسم بالله العظيم أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن نحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن نحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بداية، ما دلالة تعيين لواء محمود وجدي وزيرا للداخلية؟ هو من المؤسسة العسكرية، هل هذا يعني أن القوات المسلحة فرضت نفسها وتحكم السيطرة على السلطة في البلاد؟ في الحقيقة السيد حسني مبارك يلعب ورقته الأخيرة ليرى إذا كانت ستمشي المعركة الحاسمة ستكون غدا مع المظاهرة المليونية التي دعي إليها في القاهرة واسكندرية والإضراب العام. الرئيس مبارك عقد اجتماعا مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد شفيق رئيس الوزراء، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية.
وأكد الرئيس مبارك على أهمية تنفيذ الحكومة لتكليفاته، وفي مقدمتها إيلاء الأولوية القصوى لاستتباب الأمن بالبلاد، تمهيدا لعودة قوات الجيش إلى ثكناتها ورفع حظر التجول. ورغم كل هذه الوعود والخطوات التي قام بها النظام في محاولة لامتصاص الغضب، كان رد فعل المتظاهرين على عكس ما يأمله النظام، فقد كان ردهم رفضا قاطعا لأي إصلاحات يعلمون أنها وعود شكلية لإنهاء الوضع، ويصرون على أن مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام بأكمله، وعلى رأسه الرئيس مبارك. هو المشكلة لدى المتظاهرين والتي لمسناها في الشارع أنهم لا يلتفتون إلى كل ما يفعله الرئيس مبارك طالما أنه هو الذي يفعله، لأن مطلبهم الرئيسي في الواقع هو أن يرحل الرئيس مبارك عن مصر وعن السلطة. انطباعي عن حكومة شفيق كان انطباع محايد، لأن أصلا ما كنت حاسة إن مفيش فرق، مش المفروض اللي يحصل إن نغير حكومة في الظروف اللي زي دي لما تبقى أزمة كده في البلد، ما يبقاش الحل إن أنا هبتدي أغير، الحل لازم يبقى حل جذري، فما كانش ده اللي بيحصل. حكومة شفيق حكومة منها يعني زيها زي الحكومة اللي قبلها، حكومة شفيق زي حكومة نظيف. حكومة شفيق هي مشكلتها انها جت متأخر، فكان التأخر ده والتباطؤ ده كان كفيل بأن هو يكون غير مرضي للناس. من جهته قال مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى، قال إن الشارع رفع سقف توقعاته بسبب تأخر الرئيس باتخاذ الخطوات اللازمة. طول المدة رفع سقف التوقعات، لو أن خطوات الأمس اتخذت قبل ذلك ب 48 ساعة قبل يوم الجمعة لتغير الموقف تماما. المشكلة أننا كلما زاد الوقت كلما زادت ثقة المتظاهرين بأنفسهم، كلما رفعوا سقف توقعاتهم، وهذا أمر طبيعي في كل الفورات الشعبية. في اليوم ده أحمد شفيق بدأ يظهر في التلفزيون ويتكلم ويعمل حوارات أو يدلي بتصريحات يتكلم فيها عن اللي هو بيفكر فيه واللي جاي، وبدأ يبرر فكرة هو ليه اختار ناس قديمة، وبدأ يقول إن هو مشى ناس ومحتاج إن هو ياخد فترة شوية والناس تديله فرصة، وبدأ يتكلم بطريقة مختلفة. حتى كان حريص إنه في لبسه كمان ما يبقاش لابس الشكل التقليدي البدلة، كان لابس بلوفر وقميص، فكان ده يمكن عمل شوية حيرة عند الناس. بعض الناس قالت لا ده اللي هو بيعمله ده بيأكد إن هو وراه هدف خبيث. ناس قالت لا والله ده كويس، طب نديله فرصة، كلامه كويس. الحقيقة إن إحنا في السويس يعني ده ما أثرش أيضا كثيرا على الزخم الثوري، يعني حتى ظل الأمر 31 كان قرارنا واضح، كل الشعارات كانت تعبر على رفض أي إصلاحات في نظام مبارك والتمسك بذات الكلام. وفي التوقيت ده السويس أعلنوا شيء محدد جدا، ممنوع حد من حكومة شفيق أو نظام مبارك يدخل السويس. قرر الحاكم العسكري أن يبدأ حظر التجول اليوم من الساعة 3 عصرا ويستمر حتى الساعة 8 من صباح اليوم التالي. ورغم بدء حظر التجول في القاهرة من الساعة 3 عصرا، إلا أن الحياة سارت بشكل طبيعي في الشوارع، ولم يظهر على من في الميدان أو من حوله أي استجابة لنداءات حظر التجول. كما بدأت الطائرات المروحية تجوب سماء القاهرة لتأمين الأماكن العامة في محاولة من الجيش لحفظ الأمن، وأيضا لمراقبة وفود المتظاهرين التي تهل كل لحظة على الميدان وكأنها لم تسمع عن حظر للتجول. في الوقت ده ما تنساش ان حظر التجول كان بدأت ساعاته تزيد، يعني بدأت الساعات تزيد على مدار اليوم. يعني فكرة السيناريو الترهيب والتخويف والفزع والتضييق على الناس والتجويع، فده كان برضو كان يدار بشكل ممنهج للقبول بأي حل وسط. لكن طبعا كان الكتلة الثورية الفاعلة اللي هي بتتدحرج ككرة الجليد كان بالنسبة لها ده أمر لا يمثل أي شيء. ميدانيا يبقى حظر التجول غير قائم في ساعات الليل كما كانت الأيام الماضية، بالرغم من أنه بدأ من الناحية النظرية في الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة. ربما خرق حظر التجول يبدو واضحا في ميدان التحرير. الإسكندرية
العربية لا تسير في شارع الكورنيش هنا في منطقة كيلوباترا. لا يوجد سيارات تسير في الشارع على الإطلاق، وإن مرت سيارات تمر سيارة أو سيارتين على مسافات وقتية طويلة. 1 2 فلوس الشعب فين؟ 1 2 فلوس الشعب فين؟ ومع تفاقم الأزمة السياسية كانت الأزمة الاقتصادية تضرب البلاد أيضا. العجلة الأكبر للاقتصاد توقفت، البنوك أغلقت أبوابها، والبورصة علقت تعاملاتها للمرة الأولى خلال 20 عاما، وكذلك تعثرت أهم مصادر الدخل القومي لمصر، السياحة التي توظف 10% من الأيدي العاملة في البلاد. كل ذلك ينعكس على المواطنين بكل طبقاتهم، وخاصة التجار، في ظل توقف حركة البيع والشراء. هذا ينذر بازدياد أعمال العنف إذا حدث نقص في المواد الغذائية وبقيت المتاجر مغلقة وانقطع الموردون، فالأمر قد يتعدى المجرمين والمخربين ليشمل جياع من كافة المهن الشريفة وغير الشريفة. في اليوم ده بدأت الضغط شديد جدا من الناس إن كفاية كده، إحنا خلاص مش لاقيين ناكل، وموضوع الحظر ده موقف البلد، وموضوع البلطجية ومفيش أمان والشرطة لازم ترجع والكلام دوت. فبدأت تتكون عندي قناعة إن ده لو ما كانش حصل كان هيبقى في شوية عيال بيتظاهروا في التحرير والناس بتتفرج عليهم في التلفزيون. هو لو كان لغى الحظر من يوم 30 وخلاص والدنيا زي الفل والبلد شغالة، كان عادي جدا الناس هتعيش حياتها وتقبض وكل حاجة، فما كانش هيبقى في نوع من أنواع الضغط. لكن استمرار إن الناس بتنزل كل يوم لجان شعبية وفي حظر تجول خلى البلد كلها عايشة في جو إن في حاجة في البلد، مش مجرد شويه عيال بتظهروا في التحرير. فده خلاني مبسوط اكتر من فكره انتوا ليه موقفين اصلا البلد على فكره ان في شويه ناس واقفين في التحرير؟ ما تشغلوا البلد كلها واقفين في الميدان. يعني انتوا اللي بتضغطوا على نفسكم بنفسكم. في فصيل ثوري شارك في الايام متتاليه، الايام الاولى المتتاليه في الثوره، انسحب من المظاهرات وقام بدور جليل جدا، اسهم في انجاح الثوره في اسكندريه. ان الناس بدات تلمس، بالذات اللي اشتغلوا في العمل الخيري مش التنموي، الخيري تحديدا، اللي هي بدات تلمس قد ايه في قطاعات متضرره بشده من الحاله الثوريه، فانسحبت من التظاهرات واشتغلت في جمع التبرعات وفي امداد الفقراء واسر الفقراء بالمواد الغذائيه ورفع الحرج عنهم. مشهد يتكرر في العديد من مناطق القاهرة منذ بداية الاحتجاجات قبل أسبوع تقريبا. الحكومة المصرية تقول إن لديها القدرة على سد أي عجز في غذاء المصريين الأول، لكن الكثير من السكان لا يصدقون وعود الحكومة. الأزمة دي ظاهرة من يوم الجمعة بالضبط بالتحديد، من ساعة ما المظاهرات حصلت، وهي الأزمة دي كل اللي جاي عاوز ب10 جنيه عيش. مفكرين مثلا ان الدنيا هتتقلب او خراب، كل اللي جاي عاوز ب10 جنيه عيش ب3، ونقول له خد ب3 يقول لك لا اديني ب10 جنيه. وتزداد الحياة اليومية صعوبة مع عدم صرف رواتب الموظفين، خاصة وأن المظاهرات تصادفت مع نهاية الشهر وهو موعد صرف الرواتب. المظاهرات والناس والبنوك قافلة ومش عارفين بقى تفتح امتى بقى. بقولوا حسب ما المظاهرات تهدى والناس تهدى والامن يستقر والدنيا تستقر. يعني هو بدات الناس تخاف، ويمكن ده كان من قبل كده، من قبل يوم الاثنين بدات الناس تستعيد، الناس الكبيره بالذات تستعيد ذكريات قديمه، احداث 86 امن المركزي، احداث 77، وان مش هنلاقي عيش مش هنلاقي ناكل. فبداوا الناس تحاول تخزن سلع غذائيه. كانت في طبعا بدات تحصل خناقات على طوابير العيش، وبدات حتى ايامها في 2 تقريبا توفوا في احد المحافظات. لكن الفكرة ان بدأت الناس بقى تعمل مبادرات من اللجان الشعبية، بدأوا ينظموا طوابير العيش، بدأوا يمنعوا حد يغلي السلع، بدأ يحصل توجيه للناس يا جماعة ما حدش يخزن، السلع موجودة فما فيش داعي لده. لكن ده استمر حوالي يومين، بعد كده بدأت الدنيا تهدى والناس تبدأ تشتري على قد احتياجاتها. وعلى جانب آخر كان إجلاء الدول الأجنبية والعربية لرعاياها في مصر مستمرا، وذلك جراء تصاعد الأحداث وانتشار الفوضى وعدم وضوح الرؤية لما يمكن أن يأتي به الغد. هاجم عدد من الأشخاص النزل للقيام بعمليات نهب
العمال حاولوا التصدي إليهم بشتى الوسائل. نعمل مع أزواجنا في الصناعة البترولية يقومون بإجلاء العائلات التي لديها أطفال أولا. ومع دخول المواجهات في مصر أسبوعها الثاني يتوافد آلاف الأجانب إلى مطار القاهرة بغية الرحيل، وقد أرسلت عدة دول من بينها بريطانيا وتركيا والهند أستراليا والسعودية أرسلت طائرات خاصة لنقل رعاياها خارج البلاد. في مقابل المغادرين يحاول العديد من المصريين المغتربين العودة إلى القاهرة للاطمئنان على أهلهم. طلاب أردنيون يعودون من مصر إلى عمان وإلى أهاليهم الذين استبد بهم القلق في انتظارهم طيلة الأسبوع الماضي. عن جد شيء أوضاع بتخوف، وطبعا مو زي الأخبار، لسه الأخبار ما بتنشرش ولا شيء عن اللي بيصير هناك. خوف درجة مش طبيعية، ما في أمن من مرة. احنا كطلاب هناك واجهنا كثير مشاكل من ناحية انه يعني بدنا نسافر وبنفس الوقت عندنا امتحانات وعندنا مناقشات لمشاريع التخرج. انا عن نفسي انا طالب خريج، فاتصلت في الجامعة حكوا لي روح او بالمصري اخلع. وقد أرسلت دول كإسبانيا والهند طائرات خاصة لنقل رعاياها من مصر، فيما تقوم الولايات المتحدة بتسيير رحلات خاصة لرعاياها إلى قبرص. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً على موقعها الإلكتروني تنصح فيه رعاياها بعدم السفر إلى مصر، وتدعوهم أيضاً إلى الالتزام بحظر التجول الذي فرضته الحكومة والبقاء في بيوتهم أو فنادقهم. سنوفر طائرات إجلاء من القاهرة للأستراليين. استأجرنا طائرة وستكون مستعدة للإجلاء بعد غد الأربعاء. ومع أن عديدا من الدول أرسلت طائرات خاصة لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة، إلا أنه لا يزال عاجزا عن استيعاب المسافرين الذين يتدفقون عليه ساعة بعد أخرى، خاصة وأن أغلب موظفي المطار غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم. ورغم هروب رعايا الدول إلى بلادها، إلا أنه كان هناك الكثير من المصريين في هذه الدول يريدون الهروب في الاتجاه العكسي، يريدون العودة إلى مصر ويتمنون أن يشاركوا في ثورة شعبهم. بالغيطان وبالمصانع، ثورة حتى النصر. هذا وغيره دفع أوباما للاجتماع مع فريقه للأمن القومي، وما دفعه أيضا لمطالبة مبارك. وفي الخارج كانت ردود الفعل الأجنبية ما زالت تتوالى على ما يستجد من أحداث، فأرسلت أمريكا مبعوثا خاصا ليجري عدة لقاءات في القاهرة، وظلت الإدارة الأمريكية على موقفها من الرغبة في حدوث تغيير وعدم تحديد ما إذا كان الرئيس مبارك سيشارك في هذا التغيير أم لا. وفي ردود الفعل عما يحدث في مصر، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خشيته من قيام نظام في مصر شبيه بالنظام الإيراني يقوده متطرفون إسلاميون نتيجة الاضطرابات. في ردود الفعل أيضا مشاهدينا الكرام، أبدى البيت الأبيض على لسان المتحدث باسمه روبرت جيبس ارتياحه إلى ضبط النفس الذي أبدته قوات الأمن المصرية في مواجهة المتظاهرين، ودعا إلى الهدوء عشية التظاهرات الحاشدة المتوقعة، إلا أن المتحدث امتنع عن دعوة مبارك إلى التنحي عن السلطة. وفي إطار ردود الفعل الدولية، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون دعت الرئيس حسني مبارك إلى بدء حوار فوري مع المعارضة لإدخال إصلاحات حقيقية وتلبية تطلعات الشارع المصري. الاتحاد الأوروبي دعا من جهة أخرى إلى انتخابات حرة ونزيهة. وفي إطار ردود الفعل الدولية، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشاور هاتفيا مع قادة السعودية وتركيا وإسرائيل وبريطانيا حول تطورات الأوضاع في مصر، وأنه جدد دعوته إلى انتقال نحو حكومة تستجيب لتطلعات الشعب المصري. من جهتها دعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى ما سمته انتقالا منظما إلى الديمقراطية في مصر، دون أن تتبنى مطالب المحتجين المصريين بتنحيته. في هذه الأثناء وصف الرئيس الفنزويلي الدور الأمريكي في الأحداث المصرية بالشائن، وقال إنهم يستخدمون هذا الرئيس أو ذاك ثم يتخلون عنه بمجرد وقوعه في أزمة. وفي 6 مساء أصدر الجيش بيانا قبل ساعات من المظاهرة المليونية التي دعا إليها الثوار غدا الثلاثاء،
حيث أعلن اللواء إسماعيل عثمان مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والمتحدث الرسمي باسمها، أعلن بيانه الذي يتضمن 5 نقاط رئيسية. أولا، إن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع. ثانيا، عدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن وتخريب المصالح العامة والخاصة. ثالثا، إن إقدام فئة من الخارجين عن القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول، ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن. رابعا، حافظوا على مقدرات وممتلكات شعبكم العظيم وقاوموا أعمال تخريبها سواء كانت عامة أو خاصة. خامسا، إن القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء. وتوالت تحليلات بعض الشخصيات العامة المصرية لما يحدث، فمنهم من أكد نبل أهداف الثورة وسوء استقبال الرئيس مبارك لمطالبها، ومنهم من أكد أن هذه الثورة ركب عليها مخربون وراغبو الفوضى. الأولويات الأولى حماية هذه البلد، حماية هذه البلد كمصريين مش كسلطة وكمعارضة، لأن في حالة من حالات التخريب الداخلي هتودينا كلنا في 60 داهية. فيبقى عندنا أولويات يا مصريين ايا كان نوع المصري ده، ميري ملكي جن ازرق، نحمي البلد دي من اللي بيحصل. بدايه انا بتكلم لسبب واحد، ان انا بتكلم خايف على البلد دي واللي بيحصل فيها. انا ماليش دعوه باي حد تاني، احنا بنتكلم دلوقتي عشان خايفين على بلدنا، خايفين من اللي بيحصل فيها. الناس اللي موجوده في ميدان التحرير دي مغرر بيها، حقهم يتظاهروا، حقهم يعملوا كل حاجه، لكن لما نشوف على الجزيره دلوقتي شاشات متركبه وبتبث السباب والشتيمه لمصر، ده حرام اللي بيحصل فينا. احنا احسن من كده، يفكروا في البلد واللي بيحصل فيها. ارجوكوا نزلوا لهم اي حد يفهمهم، نزلوا المثقفين والفنانين يخشوا يتكلموا معاهم. احنا مش هنتكلم على مين دي حق التظاهر ومين ملوش حق التظاهر، الكلام ده عدى عليه. احنا عايزين ننقذ البلد دي. ارجوكوا هنرجع 100 سنه لورا واعدائنا كتير. رصيد الصبر فرغ. دلوقتي احنا بنحاول نجري ونلبي المطالب. طب ما كنا بنقول، طب ما كنا بنسعى، طب ما كنا بنحاول. لماذا لم يتم الاستماع؟ هل كان يجب ان يكون بالدم؟ ما اتمناه الان الاستماع والاستجابه. الاستماع والاستجابه لهذه المطالب. من يحب مصر، انادي على القياده المصريه التي شاركت في صنع نصر 73 أن تقود نصر جديد بالوقوف وبالاستجابة لمطالب هذا الشباب الرائع وهذه الثورة الشعبية، لأنها قادمة من صدق ومن أمان ومن تمسك ومن إصرار ستصر عليه. ثم هذه التجاوزات التي حدثت في الأيام الأخيرة أدت إلى مزيد من تراكم الغضب. لا نريد مزيد من تراكم الغضب. من يحب مصر الآن من القيادة، من المسؤولين، مع كل التقدير لما أعطي ولما تحقق ولما لم يتحقق، فلنجعل مصلحة مصر وشعب مصر وحاضر مصر ومستقبل مصر أهم من كل فرد. بدأ برضو الناس اللي هم فلول الحزب بقى، وكناش ساعتها طلعنا فكرة كلمة فلول الحزب ديت، بدأوا يتصلوا بالتلفزيون المصري وقنوات زي المحور وغيرها ويقولوا مليونية ازاي وكفاية كده والحظر واحنا اخر الشهر. واخر الشهر دي كانت مشكلة، ان احنا اخر الشهر، فالناس عايزة تقبض والبلد واقفة. فحتى بدأت تطلع افيهات ان يا جماعة الثورة الجاية ما تبقاش اخر الشهر، تبقى في اول شهر. محدش يدعو للثورة في 25 يناير يعني، او 25 او اي حاجة، ادعوا في اول الشهر عشان الناس معاها فلوس تكمل تقعد شهر في الشارع. فبدات تطلع شويه افيهات زي ديت. بس انا عايز اقول ان كلام الاعلام سواء بالسلب سواء ضد ان يطلع بكره مليونيه او مع او مجرد خبر، ده اللي عرف الناس ان في مليونيه طلع بكره، وده اللي خلى الناس نزلت تاني يوم. ناس كتير نزلت تاني يوم اللي هو يوم 1.
في آخر التطورات السياسية في مصر، أعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري أن الرئيس حسني مبارك كلفه بفتح حوار فوري مع. وفي 10 مساء ألقى عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا أكد فيه أن الرئيس أوكل إليه مهمة فتح حوار وطني فوري مع كافة القوى الوطنية السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي على نحو يخلص لتحديد واضح للتعديلات المقترحة والتوقيتات المحددة لتنفيذها. وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي والديمقراطي، شدد السيد الرئيس على أن قرارات محكمة النقد في الطعون الانتخابية لابد أن تحظى بالتنفيذ الأمين لها من جانب الحكومة على نحو عاجل ودون إبطال. الشعب يريد محاكمة الرئيس، الشعب يريد محاكمة الرئيس، الشعب يريد. ورغم كل هذه الوعود إلا أن هذا لم يخفف من وطأة ثورة الشعب، بل إن كل خطاب يلقيه أحد رموز النظام كان شعلة جديدة تضاف إلى وقود الثورة لتدفعها إلى الاستمرار. ساعتها برضو كان في خبر أنا ما اهتمتش بيه كتير، اللي هو دعوة مبارك للمعارضة للحوار. أنا أصلا مش معترف بالمعارضة، والمعارضة دي ما بتعملش حاجة وما حدش، مش هي اللي حركت الشارع، فأنت بتقعد معاهم يعني شايفها خطوة للتجميل برضو، اللي هو جزء من خطة الاحتواء اللي حصل. يعني انت معارضة ايه؟ يعني هو اصلا ما حدش منهم بيمثلنا ولا حد منهم احنا معترفين بيه اصلا، فما اهتمتش كتير يعني ان انا يعني اتابع اللي حصل يعني. يعلن الائتلاف الوطني للتغيير أنه في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها الوطن والتي تتسارع وتيرتها وتوافقا مع مطالب القوى الوطنية للتغيير، يدعو الائتلاف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها تنفيذ آمال وطموحات شباب الوطن، تشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تسيير الأعمال والحفاظ على الأمن، الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة. هذا البيان يبدو بشكل واضح أنكم ترفضون أن تضعوا يدكم في يد الدكتور البردعي، لا تفوضوا الدكتور البردعي. هو فهمنا صح؟ إحنا فهمنا صح؟ أنتوا فهمتوا صح. النهاردة كان هناك اجتماع ضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد والجمعية الوطنية للتغيير، ويمثلها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وفي حالة عدم وجوده بيمثله الأستاذ السيد الغطان. فالجمعية الوطنية للتغيير معنا في هذا الائتلاف، وأحزاب رئيسية مشاركة في هذا الائتلاف. الحقيقة احنا بنرفض تماما ان اي انسان او اي قوة سياسية او اي تيار يقفز فوق انتفاضة شباب مصر اللي عملها بصورة لم يكن يتوقعها احد. مع احترام الاحزاب مصر كلها، ماذا فعلت الاحزاب لمصر؟ ماذا فعلت الاحزاب للشعب المصري؟ ماذا فعلت الاحزاب للشباب المصري؟ ولا حاجه، ولا حاجه. الناس بتركب الموجه، هم كلهم 20 30 واحد وكل واحد له تطلعات. وبعدين انا عايز اقول لسياده الرئيس، يا سياده الرئيس الشعب المصري كله بيحبك، كله عنده ثقه فيك، كله
اعتقد الرئيس جزء من الرؤيه اللي عنده انه هيعمل حاجه بالنسبه لمجلس الشعب، سواء احترام للاحكام او يحل اذا لقى في حل، لكن ده مش هيحصل النهارده، لازم ياخد وقت عشان يتحل. في عندك حاجات كتير هتتعمل، لكن انا بعتقد انها هتاخد وقت، ويجب ان احنا نصبر وندي للقياده السياسيه وقت. المنطق بيقول انهم لازم يمشوا ولازم يخشوا بيوتهم، كفايه كده ورسالتكم وصلت. الهدف اللي هو محشور ليكوا او محطوط لكم عشان ترددوه لن يتحقق، لان انتوا مش الغالبيه، انتوا جزء شريحه كبيره لكن مش الغالبيه. الرئيس شرعي واتى بتوافق كل فئات المجتمع اللي هم 85 مليون نسمه، ولا يمكن ل100,000 حتى ان هم يفقدوا شرعيه نظام. اقول للشباب اللي موجود والشباب اللي طلع والشباب اللي في ميدان التحرير، يا ريت يبقى عندنا فرصه ان احنا نكلم الاولاد دول، يتحط حاجه، يتحط لهم شاشه، يتحط لهم صوت في الميدان، نقول لهم يا جماعه رسالتكم وصلت وانتهت على كده. رسالتكم وصلت وكفايه، لان اللي بيحدث دوت مش انتوا اول من سيحترق بيه. يعني انا عايز بس اسال سؤال. اتفضل يا فندم. سنتحدث مع من فيهم؟ انا بتكلم على الشباب دلوقتي، سيبك من الاحزاب والرموز بتاعت الاحزاب. نتحدث مع من، ده اللي هيخلينا اسال حضرتك في الاشخاص. بنتكلم على التخوف من استغلال ثوره الشباب يعني ايه رايك في اللي بيركب الموجه دلوقتي وبينصب نفسه ان هو متحدثا باسم الشباب؟ اتفضل يا فندم. هو ده اللي انا بقوله. نعم. هو ده ان لازم يبقى في نفس يقدروا يضعوا استراتيجيه حقيقيه، ونشوف وجوه من الشباب دي غير اللي بنشوفهم. ولكن هل سيخفف هذا البيان من حده التوتر؟ وهل ستنجح الأحزاب بائتلافها في تخفيف ثورة المتظاهرين في ميادين مصر؟ وهل سيتفق المتظاهرون في رؤيتهم مع رؤية تلك الأحزاب؟ لم يكن الميدان في هذه الليلة يوحي بأي شيء، بل إن الجميع كانوا يتحدثون ويتناقشون عما يتوقعونه ليوم غد. لان انت لما هتقول ان انا مليون، لما توصل ل 500,000 600، يعني كل ما ترفع سقف طموحاتك الاحلام بتتحقق، وسقف الطموحات كان في كل يوم بيزيد اكتر. الغد الذي ستنتفض فيه مصر في اول مليونية ثائرة، ثائرون في الميادين ورجال يحمون ظهورهم ويدافعون عن البيوت والاهل والاولاد، والكل في انتظار ما ستسفر عنه شمس الصباح. أليس الصبح بقريب؟